السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا صباح العسل، يا صباح الفل، يا صباح الجمال على احلى مشاهدين واحلى مشاركين معايا في يومياتي اللي ببدأها بيكم. النهاردة يا رب يكون صباحكم نادي، وصباحكم جميل، ويومكم جميل، وايامكم كلها خير وسعادة وهنا يا رب علينا وعليكم اجمعين يا رب. حبيت النهاردة أشارككم روتين خفيف وبسيط، وجولة كده مع بعض. طبعا أنا بقيت أحب كل يوم أشارككم روتيناتي ويومياتي بيبقى فيها ايه، وبنعمل مع بعض طبخات، وبننزل مع بعض جولات، وبننظف البيت، وبحب اشارككم بكل جديد. بس لو اول مرة تشوف قناتي ممكن تشترك وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو. ده النهاردة طبعا عملنا فطار وفتحنا الشبابيك، وطبعا احنا مروقين الدنيا وغاسلين الغسيل ومنضفين الدنيا، ومش ورانا حاجة بقى، قلنا نعمل ايه شوية غدا حلوين كده. طبعا نزلنا، والله كنت محتارة اعمل غدا ايه، اعمل غدا ايه. انا كل يوم بقى طبيخ وبتاع، قلت الواحد بيحب السمك الصراحة، وهنا بنبقى مفتقدينه قوي قوي يا بنات. والله مش قادرة اقول لكم، انا ربنا انعم عليا بسوق السمك اللي جنبي ده. كل شوية بنزل اشوف اللي انا عايزاه واجيبه. وكمان بقى ايه، لقيت المرة اللي فاتت في باغة بتاعتنا بتاعت مصر الجميلة ديت. بقت في مصر غالية قوي، يعني انا سامعة تقريبا بقت ب100 او ب100 وحاجة، يعني بقت باسعار مبالغ فيها. فقلت اما انزل كده اجيب يعني ايه نص كيلو على قدي. انا جوزي ما بيحبهاش وكده، فقلت اما اجيب نص كيلو على قدي واخدكم معايا جولة، وتشوفوا برضك سوق السمك تاني. انا صورته لكم قبل كده، بس انا حبيت اوريكم شوفوا المحلات جنب بعض ازاي، وكل واحد له رزقه اللي ربنا قسمه له. وكل واحد كل زبون بيدخل على محل، على كذا محل، وكل واحد ربنا مقرر له ان هو يبيع لي كذا يعني سبحان الله، كل واحد له رزقه وله اللي ربنا قسمه له. ديت طبعا منيو محل حطه في بيعملوا اكل، وبيبقى في ترابيزات وقعدات للناس اللي عايزه تقعد وتاكل يعني. طبعا جبنا السمك وجبت الجمبري، جبت نص كيلو برضو. هنعمله بطريقة مختلفة النهاردة عن الطريقة المرة اللي فاتت اللي انا عملتها. تابع الفيديو للاخر عشان تشوف الطريقة. طبعا كلنا عارفين الرز الصيادية بيتعمل ازاي. طبعا جبت بصل وعملته في الزيت لحد ما مش اتحرق بقى بني كده، وبعدين نزلت بالمية عقده عشان ياخد غلوتين مع بعض. وهنعمل بقى تركاية بتاعة الاسكندرانية، واحد اسكندراني قالها لي بحط ايه في رز الصيادية. يعني مش عارفة الكل بيعملها ولا لا، بس انا عامة ما كنتش بحطها، لما بقيت احطها لما الراجل قال، ولقيتها بتفرق طبعا في الطعم. بحط نص طماطمايه في الميه اللي بتغلي، تاخد غلوتين كده ايه معاها، وبحط ربع معلقه سكر، وطبعا الكمون والملح، وبسيبهم ايه ياخدوا كام غلوه كده مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. طبعا حطينا الكمون، ونحط الملح، وربع معلقه السكر، ونص الطماطمايه. انا حسب انا عامله حبه رز صغيرين، يعني لو افراد بقى كتيره بتحط طماطمايه بتقطعيها ايه قطع صغيره كده. وهنسيب الكلام ده كله ايه يغلي غلوتين مع بعض. طبعا الشتا عايز الكلام دوت بقى، والاكل السخن اللي بيعمر النافوخ دوت. الشتا عاوز الكلام الاكل ده، الواحد ياكل اكلة السمك وينتخ بقى، ومع كوباية الشاي. مش قادرة اقول لكم، اكل السمك ده والله بيبقى مزاج، الواحد بياكل فيه اكتر ما باكل في الطبيخ والحاجات التانية. طبعا حطينا الرز سقطناه وسبته يغلي لحد ما يتشرب، وبعدين هديت عليه خالص. هنعمل بقى ايه الخلطة بتاعت السمك اللي هو الباغة.
هعمله مقلي. طبعا هم تحت في السوق بيعملوه مقلي، بس مش زي ما احنا من المصريين بنعمله. بيعملوا خلطة كده بدقيق، بيبقى بيربوا دقيق وخلطة كده، بيبلوا السمكية فيها ويرموا في الزيت، عشان ايه؟ ما يبقاش مجهود عليهم، ولا بيحشوا ولا بيتبلوا ولا بيعملوا اي حاجة من اللي احنا بنعملها الجميلة دي. الهنود اللي بيعملوا كده. فانا قررت ان انا لما عاوز اجيب، ابقى مستعجله، ساعات بجيب منهم السمك الكبير بيبقى طعمه حلو. بيعملوه كده من غير خلطه، بيقلوه بخلطه بدقيق وحاجات. فقررت ان انا ايه اعمل انا ايه السمك اقليه على طريقتنا المصريه، لاني كان نفسي فيه قوي. وطبعا برضو الرز اللي تحت بيعملوه رز بسمتي الطويل، فانا بعمل الرز المصري بتاعنا مع الاكل مع السمك. ما الصيادية برضو بيعملوه بسمتي. فايه، عملت الخلطة: فلفل احمر وليمون وكمون وتوم. بس يا بنات، دي الخلطة بتاعت السمك بتاعي. ولو في قرن فلفل اخضر كمان بتزوديه، بس انا ما كانش عندي فعملتها بفلفل احمر. واللي بيبقى عايز تبقى حامية شوية مع الرغبة، يعني برغبتك انتي، حطي قرن حامي. هنضرب الكلام ده كله في الكبة، وبحط كمان غطا وخل، علشان انا هعمل السمك هشربه من اللي هسيب حبة تتبيلة، وبعد ما يتقلى هشربه بالتتبيلة دي كمان. بتبقى جميلة جدا جدا الطريقة دي، احسن ما بقليه كده وبسيبه. بيبقى جميل قوي يا بنات الطريقة دي. طبعا انا غاسله بقى السمك بملح وليمون، دعكاه كويس عشان لو اي ريحه زفاره او حاجه، وغسلاه. وحضرنا التتبيله اهيت. هاخد برضو للتتبيله دي للجمبري. انا خليته بقى يقشر لي الجمبري، يشيل لي قشره، عشان انا هعمل الشوربه زي شوربه السي فود كده. هو المفروض كنت احط كريمه فيها، بس انا ما عنديش كريمه متوفره، فهنعملها بطريقه كويسه. يعني الجيش قالك اتصرف. هتشوفوا الطريقه اللي انا هعمل شوربه الجمبري بيها. طبعا هحشي السمك، هو هتبله بقى كويس. المفروض كنت اتبله قبل ما اقليه، بيقعد مثلا نص ساعه كده في التتبيله عشان يشرب من التتبيله، بيبقى حلو قوي برضه. بس انا كنت مستعجله عشان كنا عايزين نتغدى. شكرا لكل الناس اللي بتشوفني، وشكرا لكل الناس اللي بتتابعني. بجد بجد انا بشكركم جدا. انا بحس ان انا بعمل حاجة مفيدة، وبحس ان انا بعمل حاجة كويسة في حياتي بجد لما بشوف مشاهداتكم. يعني محتاجة بقى لايكاتكم، ومحتاجة اشتراكاتكم بجد علشان القناة تقوم، واحس ان انا بعمل حاجة، وبكلامكم الجميل الحلو ده. ما تحرمش منكم يا احلى مشاهدين في الدنيا. طبعا هنعمله بقى بالدقيق. انا حاطه في الدقيق ده كمون وملح. بس ما كانش عندي نشا، ببقى احط نشا ساعات، بس مش ما كانش عندي نشا. هنعمله بقى. انا ما بحبش اوسخ الدنيا وانا بعمل الحاجه عامه، فتلاقيني بقى بعمل بالراحه لحسن ايه دقيق يتنطور. انا كده كده بفرش فوطه تحتي، وبنضف على طول الرخامه. زي ما انتوا شايفين، بحب احط دقيق برضو في جوه في البطن كده، علشان ايه؟ يقرمش كمان من جوه، ما تبقاش البطن بالتتبيله ديت. انا مش حاطه في البطن برضو تتبيله كتير، عشان ما تقعش في الزيت وتوسخولي. السمك ده انا بحبه جدا يا بنات، بجد بجد بحبه قوي. انا حتى في مصر بجيبه، بيبقى طعمه جميل. بس بقى غالي في مصر قوي. يا الله يكون في عون الناس اللي عايشه في مصر والله. والحاجات اللي بقت غاليه ديت، ربنا يقدرهم يا رب على المعيشه يا رب. اللهم امين. انا جايباه ب15 ريال، جايبه النص كيلو ب15 ريال او ب13 ريال. كان في الصغير، بس انا ما جبتش الصغير، جبت الكبير.
طبعا بقى ايه هنعمل هنا الجمبري. كنت غسلاه برضو كويس بالليمون والملح ومصفياه، ونزلت بحتة زبدة، وبعدين نزلت بالجمبري وحطيت عليه بابريكا والخلطة، معلقتين خلطة من اللي انا عاملاهم لحشوة السمك. بس كنتش لسه حطيت خل على الخلطة، يعني انا سبت الخلطة قبل ما احشي السمك عشان هاخد منها للجمبري، مينفعش يتحط عليها خل. هنا حطيت معلقة كمان وبشوحه عشان ينزل بقى ميته، وهحط بابريكا وشوية كمون وخلاص على كده. وواحدة بس حبهان، واحدة بس، يعني عشان ايه تدي طعم بس. وطبعا قطعت بصلاية، مش يعني هي دوبك قطعة كده كبيرة عشان ما تتوهش في قلب الشرب. والملح، وهديهم تقليبة مع بعض كده. حطيت واحدة حبان، وحطيت بقى ايه شوية توم باودر، بحبه في الشوربة بتاعت الجمبري اللي بالكريمة ديت، يعني بتبقى حلوة بجد. يعني نطرة خفيفة كده، مش كتير، وهنديله تقليبة. الله الله على الروايح، ريحته كانت جميلة قوي يا جماعة، بجد ريحته كانت جميلة. حطيت هنا بقى ايه معلقة دقيق، معلقة واحدة دقيق، وطبعا بقلبه عشان ايه الشوربة تتقل معاكي شوية، تبقى شكل اللي يبقى فيها كريمة كده، تبقى تقيلة، علشان انا ما عنديش كريمة فقلت اتصرف. مش طعمها ما بيبانش خالص ولا كأني حاطة دقيق، بس إيه عشان التست ده. وحطيت شوية مية صغيرين جدا، وبعدين هنزل بقى بالحليب زي ما انتم شايفين. دي زي بتاعة المطاعم، بتبقى جميلة جدا، كان طعمها بجد في منتهى الجمال. جربوها هتعجبكم. انا ما بحبش ازود عن كده في تشويحة الجمبري، ولا بحط بقى كرفس ولا جزر ولا حاجات يعني حاجات خفيفة، بتبقى طعمها جميل جدا. ادينا بنفيد بعض، يعني انا بفيدكم وانتم بتفيدوني، يعني بشارككم بوصفاتي. يا رب تبقى مؤثرة فيكم وتعجبكم، يا رب يا رب ابقى عند حسن ظنكم. طبعا حطينا السمك بقى عشان يتقلى. بصوا انا بحط ايه هنا، بحط ليمون اللي انا عصرته، ما برميش القشر، بحطه في قلب الطاسة والسمك بتقلي، عشان ريحة الزفارة وريحة القلي ما تملاش الشقة، بيخليش ريحة للقلي. الفكرة ديت يعني انا واخداها من مامتي الله يخليها ليه، دايما بتعمل كده. وكمان ساعات بتحط الليمون على عين البوتاجاز يتحرق، بيدي ريحة حلوة برضو. طبعا بقى ايه بعد ما طلعنا السمك، بصوا هنحط بقى تتبيله من اللي احنا عملناها على السمك. وبجربوا كده يا بنات ان انتوا تعملوا التتبيله دي وتحطوها على السمك من فوق، بتخليه في حته تانية، بجد في حته تانية خالص. يا رب لو الفيديو بتاعي افادكم تعملوا اشتراك للقناة وتحطوا لايك وتدعموني. محتاجة دعمكم يا جماعة، ما تحرمش منكم ولا من وجودكم ابدا في قناتي ولا من مشاهداتكم الجميلة. وشكرا على ان انتوا شفتوا الفيديو بتاعي وعلى الروتين بتاعي. خلاص هنا حطينا الغدا. بصوا منظر الشوربة ما شاء الله، بألف هنا بألف هنا، اللهم بارك. والرز والسمك. مع السلامة يا حبايبي، يا رب أكون أفدتكم. واستنوا فيديو جديد ليا والروتيني والجولاتي والخروجاتي. مع السلامة.